السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ اول ماتش للاهلي تخطاه ونادي الاهلي كسب والحلم الاولاني اتحقق وكسبنا نادي الدحيل، وكان اكتر الناس اللي هم يعني متفائلين بفوز نادي الاهلي كانوا قليلين جدا، وكان ناس كتير جدا متفائلين بالدحيل القطري، وناس من مصر من هنا قعدوا يكسروا في مقادفنا وناس اعلاميين، ولان ده اسر دير يزعر نادي الاهلي كسب الدحيل، وكان عاده وزي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت ان الاهلي هيكسب بروح الاهلي وليس لاعبين نادي الاهلي. الاهلي دخل على الحلم الثاني، ولاننا جمهور طماع بطبيعته عايزين نكسب بايرن ميونخ. بايرن ميونخ بطل اوروبا، مباراه صعبه، خصم قوي جدا مهما كانت الظروف ومهما كانت الظروف اللي حصلت له، وشغل العيال بقى اللي هو تاخر الطياره والشغل اللي احنا فيها ديت والكلام اللي احنا بنقول عليه، واللي هو الطياره يعني اتاخرت بيهم شويه، والماتش اللي كان عندهم قبل اول امبارح. طبعا كل الظروف ديت عمرها ما هتاثر على لاعب محترف ثمنه 90 مليون دولار. ايوه جنابري 98 مليون دولار، واللاعب دوت يعني اختير من ضمن افضل 11 لاعب في العالم، ومعاه مين بقى؟ معاه بطل العالم ليفاندوفسكي. طبعا الفروقات كبيره جدا، واللي يقول غير كده كذاب، واحنا لو قلنا ان نادي الاهلي اعلى منه يبقى احنا كده بنقول كلام هجص في اي حاجه وخلاص. نادي بايرن ميونخ بيملك اكبر 3 حاجات: احسن لاعب في العالم ليفاندوفسكي، ومايكل نوير احسن حارس مرمى في العالم، والمدرب بتاعهم تاني احسن مدرب في العالم، واللي كان يستحق السنه اللي فاتت ان هو يبقى احسن مدرب في العالم، والمدرب اللي جه صدفه. بس كل الاحداث ديت يا جماعه بتدور حوالين ان فرقه هيلعب في وش فرقه. ما تقعدش تقول لي بقى 11 لعيب في وش 11 لعيب عشان ما نبقاش كداب ونبقى بنحكي في المحكي ونبقى بنشتغلك وبنكذب عليك. الموضوع اكبر من كده بكتير. بس حط في دماغك حاجه، ان انت بايرن ميونخ لو حبيت تجيبه مصر عشان يلعبك او في اي دوله تانية عشان يلعبك، شوف هياخد منك كام. انت النهارده بتلعبه بالمجان، يعني انت وبايرن ميونخ بتلعبوا ماتش مجاني، ما انتش دافع اي فلوس. بالعكس لو خسرت او كسبت انت هتاخد فلوس، يعني هتخسر وتاخد فلوس وتكسب وتاخد فلوس. ايه المانع ان انت تقدم مباراه مفتوحه بدون قيود؟ المباراه اللي فاتت طبعا الجمهور كله الجمهور المصري هاجم موسيماني، وقال لي موسيماني بيدافع الشوط الثاني، وليه موسيماني بيعمل خطط دفاعيه، وليه موسيماني عمل وعمل وعمل. كابتن حسن شحاته زمان لما كان بيلعب بواحد بس ليبرو العالم كله هاجمه، كابتن حسن شحاته قال جملته الشهيره اللي تكسبه العبه. يا عم ان شاء الله تلعب بخطه 5-5-1 مفيش اي مشكله، 5-4-1 مفيش اي مشكله. المشكله الوحيده ان انت تخسر المباراه. ساعه ما تخسر المباراه لازم تطلع وتتكلم وتحكي وتقول ان انت مدرب مش كويس. لغه الارقام بقى، موسيماني احسن مدرب في افريقيا. موسيماني ما خسرش مع الاهلي ولا ماتش لحد دلوقتي، ازاي بقى يبقى هو مدرب وحش؟ ما تسمعش الكلام اللي بيقلل من المدرب بتاعك، وخليك دايما واثق في نادي الاهلي وواثق في لعيبتك وواثق في المدير الفني. وانا شخصيا واحد من الناس ديت اللي واثقين في اللعيبه مليون في المية مش 1%. والحقيقه الوحيده اللي لازم كلنا نعترف بيها ان النادي بايرن ميونخ هو الاقرب للفوز، وكل التوقعات وكل الظروف وكل الحكايات بتقول ان بايرن ميونخ هو اللي هيكسب نادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي دايما عنده الحل، ودايما عنده روح القتاليه، ودايما النادي اللي ما بيفكرش في انا هنقابل مين، بيفكر ازاي يفوز عليه. بايرن ميونخ للامانه من الفرق الصعبه في اوروبا واقوى فريق في اوروبا، ولكن خسر مباراه هامه جدا في كاس المانيا. يعني معنى كده النادي ده بيتغلب من مين بقى؟ اتغلب من فريق درجه ثالثه عندهم في الدوري الالماني. اذا الفريق ده بيتغلب. الفريق ده في اخر 10 مباريات اتسجل في مرماه نسبة كبيرة جدا من الأهداف. إذا الفريق ده ممكن نخترق خطوطه. والحقيقة اللي برضه لازم نعرفها ولازم ما نغفلش عنها، إن إذا كان بايرن ميونخ بطل أوروبا فالأهلي بطل أفريقيا. وإنك تكسب الدحيل القطري وتقصي الدحيل القطري من البطوله اللي هو بيجهز لها من مده حوالي 6 شهور، وعمال يجيب في لعيبه ويدفع صفقات ويدفع ويدفع ويدفع. ان انت تطلع الدحيل القطري ده انجاز في حد ذاته، وان انت تلاعب بايرن ميونخ وان انت في اصعب الظروف هتطلع رابع العالم، دي في حد ذاتها انجاز. ولان زي ما قلنا جمهور نادي الاهلي جمهور طماع بالفطره يتطلع الى الفوز بكاس العالم للانديه، وانا من مكاني هذا بنقول لكم ان بايرن ميونخ او الاهلي الفائز منهم هياخد كاس العالم للانديه. ثقه. مستوى الفرقتين تقريبا هم دلوقتي اقوى فرقتين، واذا قلت اقوى فريق فهو نادي بايرن ميونخ، واذا الاهلي فاز على بايرن ميونخ يبقى الاهلي اقوى من بايرن ميونخ. ظروف المباراه ان كانت او اي حاجه هتحصل في المباراه
هتكون في مصلحة أي فريق منهم هيأهلوا للنهائي مباشرة، وهتبقى دي المباراة النهائية. كون إن النادي الأهلي يصعد فده مش إنجاز عربي، ولكن أول إنجاز عربي كان نادي العين الإماراتي، ولاعبنا حسين الشحات اللي كان بيلعب في نادي العين الإماراتي لاعب ضد ريال مدريد وقدم مباراة جميلة قدام ريال مدريد. إذا في أمل إن احنا نوصل نهائي، وليه لأ؟ كان من مدة طبعا حوالي شهرين كده طلع أيمن أشرف، ولما نتكلموا معاه طبعا وقالوا له نفسك تقابل مين في كأس العالم للأندية؟ قال لهم بايرن ميونخ. جالك حلمك وهيتحقق يا عم أيمن، بس خلي بالك من حاجة، الناس كلها كانت بتتريق في الوقت دوت وبيقولوا نادي الأهلي لازم، ولكن كل الناس في الوقت ده استهزت جدا بأيمن أشرف وقالت ازاي هيلاعب نادي بايرن ميونخ وازاي هيلعب وممكن يكسب، ده احنا نركبه عداد في الشبكة بتاعت الشناوي. لا، في الحقيقة الكلام ده مرفوض جدا والكلام ده غير صحيح بالمرة. منتخب مصر لما جاي يلاعب أوروجواي في كأس العالم اللي فات قلنا كلنا ده سواريز هينفخنا وكافاني وي وي وي، ولكن المباراة طلعت سلبية بشطارة الشناوي لوحده. كلنا كنا شايفين ان الشناوي لوحده هو اللي كان بيلعب في وش سواريز وكافاني. يعني اللاعب المصري مش بيبان غير في الماتشات القوية والمباريات العملاقة. برضه من اسبوعين او حوالي 10 ايام جاء برنامج لنادي الاهلي كان بيدرس فيه نقط ضعف وقوة نادي بايرن ميونخ، وجاء الاعلام المضاد طبعا اللي احنا عارفينه وقال لما انت عدي الدحيل الاول ده الدحيل هيشيلك. شايلنا الدحيل وطلعناهم، طلع اللعيبه بتاعتهم والجهاز الفني فجاه بيتكلم عن مباراه بايرن ميونخ ومش بايرن ميونخ. يا عمي انا ما عنديش مشكله ان انا نتغلب من بايرن ميونخ وهنبقى رابع العالم، ولكن المشكله فيك انت. يعني انا هنتغلب من بايرن ميونخ وهنتغلب من الفرقه الثانيه نبقى رابع العالم، نتغلب ماتشين ورا بعض، ودي استحاله طبعا تحصل في الاهلي، والاهلي عمره ما هيتغلب بنتيجه كبيره باذن الله. انا كنت من الناس اللي توقعت ان النادي الاهلي هيكسب الدحيل القطري، لان الدحيل القطري مش بيلعب عن روح، ما عندوش طموح، ما عندوش بيلعب عشان حاجه، بيلعب عشان خاطر الماده والفلوس فقط لا غير، ما عندوش جمهور، ما عندوش اي حاجه. ولكن النادي الاهلي لازم يحط في دماغه قدام بايرن ميونخ واللعيبه تفهم ان انت بتلعب وسط جمهورك وعلى ارضك، بالفعل انت على ارضك ووسط جماهيرك، ويكفي ان انت تلاقي في الجماهير واحد زي الراجل ده. الراجل ده بمجرد ان الصوره او الكاميرا هتيجي عليه في الدقيقه 22 هتلاقي الجمهور كله بيهتف باسمه، لان هو ده ايقونه الجيل الجديد في نادي الاهلي. ان شاء الله يبقى وشه خير علينا ونكسب مباراه بايرن ميونخ. وطبعا العالمي بتاعنا كابتن محمد صلاح وجه رساله جامده جدا للعيبه وقال لهم انتوا مش اقل من لعيبه بايرن ميونخ، وان لعيبه بايرن ميونخ نفسهم بيحترموا نادي الاهلي. محمد صلاح ولولا ان هو اجتهد وتعب واصر على اللي هو فيه ما كانش وصل لنادي ليفربول، كان زمانه لسه في المقاولين العرب لو ما كانش قال ان انا ممكن ابقى احسن منهم. وليه نادي الاهلي ما يبقاش احسن من بايرن ميونخ؟ وليه دايما متكتفين ونقلل من نفسينا؟ بالعكس، واحد زي محمد صلاح وناخدوه قدام مننا كده ان هو راجل وصل للمستوى اللي هو فيه دوت بالاجتهاد والاصرار، بس ما قالش هو انا هبقى كريستيانو هو انا احسن من ميسي، ولكن وصل محمد صلاح وبقى الثالث قمه في العالم والهرم الثالث على مستوى العالم. طبعا المدير الفني لبايرن ميونخ طلع واتكلم وقال كلام كويس جدا، ورئيس النادي والمحدث الاعلامي طلعوا اتكلموا عن النادي الاهلي وقال لك طالما النادي الاهلي تصعد لكاس العالم للانديه يبقى نادي قوي، ودي حقيقه. كون ان انت تصعد لكاس العالم للانديه ده حاجه كويسه جدا، يعني انت مصنف من احسن انديه في العالم. كون ان انت تلعب الدحيل القطري وتطلعه زي ما قلنا دي حاجه اجمل واجمل واجمل. وان شاء الله باذن الله هنتقابل بعد مباراه بايرن ميونخ وهنقول لكم ان انا كنت متوقع ان شاء الله باذن الله نادي الاهلي هيكسب بهدف نظيف امام بايرن ميونخ. وان شاء الله عم جنابري وساري واللعيبه دي كلها اللعيبه اللي انا بعشقها. انا بحب بايرن ميونخ جدا بعد نادي الاهلي، ونادي من الانديه اللي يحترم جدا في العالم. ولكن موسيماني عايز السيناريو يمشي ازاي؟ طبعا موسيماني اقصى طموحاته ان الشوط الاول يطلع 0-0، بمجرد طلوع الشوط الاول 0-0 هيجيب هدف ويموت عليه. طبعا بمجرد ان الشوط الاول ينتهي 0-0 هيجيب هدف في الدقيقه مثلا 70 وده طموحه ويموت عليه طوال المباراه. ولكن يا عم موسيماني لاحظ حاجه، ان انت مهما تقفل الخطوط بتاعتك فهو بايرن ميونخ فريق عالمي وفريق عملاق، وبيقدر ازاي اللعيبه بتاعته بتبدل الاماكن بسرعه رهيبه جدا، واللعيبه بتاعته سريعه جدا جدا جدا.
ولكن هنعتمد في المباراه ديت على سوء الحظ اللي هيقابل ان شاء الله باذن الله بايرن ميونخ، كلنا بندعي ان هو يقابله سوء الحظ. ومجرد ان كورتين ثلاثه تيجي في العارضه ومحمد الشناوي يصد منهم واحده، خلاص انتهت المباراه. اللعيب بيبتدي يطلع كل اللي جواه، ولانهم لعيبه جامدين جدا ولعيبه الليفل بتاعهم فوق ال 80% يا جماعه، لعيبه رهيبه جدا، لعيبه رهيبه جدا. يكفي ان انت هتقابل مايكل نوير، اللعيب اللي بيصد بايده ورجله وكل عضلاته، حاجه غريبه جدا. وان شاء الله باذن الله زي ما قلنا هنتقابل بعد المباراه في المكان دوت في الاستوديو بتاعنا، وهنهني بعض، وان شاء الله باذن الله نقول الف مبروك للنادي الاهلي الصعود لنهائي كاس العالم للانديه. في نهايه حلقتنا النهارده بنشكر كل الناس الجميله اللي كانت معانا، لايك والسبسكرايب، وهنستنى منك كومنت وارد عليك زي ما عودتكم في كل مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.